في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن بوق الملك توت عنخ آمون واللي حاولنا عن طريقه نتكلم في سياق لعنة الفراعنة. فايه رأيك لو نكمل النهاردة في نفس السياق ونتكلم عن لعنة الفراعنة، بس هنربطها بقصة شهيرة وهي قصة السفينة تايتانيك. ايوه يا اسطى، بس ايه علاقة السفينة تايتانيك بلعنة الفراعنة؟ وهو ده هيكون موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة. فمن غير رغي كتير، اهلا بيكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ في الموضوع خليني أعرفك على الملكة آمن را، الملكة الملعونة واللي أطلقوا على المومياء بتاعتها اسم المومياء النحس. واحدة من الأميرات والملكات اللي مش بس شهرتها تخطت مصر، بل إنها تخطت العالم العربي وكمان وصلت للعالم كله. الملكة آمن را واللي حكايتها اتسببت في ذهول كتير من اللي سمعوا عنها، واتسببت في موت كتير من اللي اتكلموا عنها. ربنا يستر يعني. ملكة لحد دلوقتي مفيش معلومات كتير عن المومياء بتاعتها، ويعتبر ما نعرفش عنها كتير غير التابوت الخشبي بتاعها واللي كل ما يروح مكان بيسيب فيه بصمته الملعونة. انا جايز الفيديو اللي فات اكون حكيت لك عن قصة من قصص لعنات الفراعنة واللي كانت متعلقة ببوق الملك توت عنخ آمون، واللي حكيت لك فيها عن البوق اللي كان كل ما يتم النفخ فيه بعدها بفترة بسيطة بتحصل حادثة او كارثة في مكان ما في العالم. اما عن الملكة آمن را فلعنتها حرفيا كانت بتصيب كل اللي بيتجرأ ويلمس التابوت بتاعها او كل اللي بيتجرأ ويذكر قصتها. ربنا يستر. الأميرة آمن را واللي تخطت شهرتها العالم كله باسم المومياء النحس، والغريب انها اتلقبت بالاسم ده وهو المومياء المنحوسة او المومياء النحس، مع انها اصلا ما هيش مومياء. وبالرغم من كل ده فهتبص وتلاقي ان كل اللعنة بتاعتها ملهاش اي علاقة اصلا بالمومياء بتاعتها، وده لانه لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دلوقتي محدش يعرف اي حاجة عن المومياء بتاعتها. اما عن دور العلماء فلما بحثوا وراء القطع الخشبية اللي هي جزء من التابوت بتاعها فلقوها بترجع للعام 900 والعام 1500. وانا بالنسبة لي للأسف لما جيت اجمع مصادر الفيديو ما لقيتش عنها كتير من المعلومات، وده لان ما كانش فيه كتير من الوثائق التاريخية اللي اتكلمت عنها. لكن بعض النصوص الهيروغليفية بتشير ان هي كانت كاهنة من كهنة معبد آمن را، وهو ده كان السبب في ان يتم تسميتها بالأميرة آمن را. وده كان جزء من المعلومات البسيطة اللي تعرفنا عليها في المصادر لما جينا نعرف حكاية الملكة آمن را. آمن را صاحبة التابوت الخشبي اللي طوله 162 سنتي، واللي ارتبط بكتير من الأحداث المأساوية اللي انتهت كلها بالموت. وده اللي أكد لنا فعلا لعنتها، خصوصا بعد الكتابات اللي كانت موجودة على جدران القبر بتاعها واللي كانت بتقول إن المومياء سوف تتسبب بالنحس لكل من يزعجها. والغريب إن ده فعلا هو اللي حصل. طيب إيه بقى اللي حصل؟ تعالى وانا احكي لك. بتبدأ أول قصة تخص لعنة الأميرة آمن را سنة 1910، الوقت اللي اشترى فيه العالم الإنجليزي دوغلاس مراي مومياء الملكة آمن را من راجل قدر يهرب المومياء بتاعتها بره مصر، واللي اشتراها منه بمبلغ قليل جدا حوالي 4000 دولار. وده بالمناسبة مبلغ قليل جدا قصاد مومياء أثرية مصرية أصلية بالشكل ده، علشان الراجل اللي باع المومياء لدوغلاس موراي يكون هو نفس اليوم اللي يموت فيه في حادثة غامضة. ومن هنا بدأت تعلن المومياء بشكل رسمي بداية لعنتها، واللي للأسف ما وقفتش عند كده. فتبص بعدها تلاقي انتشار خبر وفاة العمال اللي كانوا بينقلوا المومياء من صاحبها اللي لسه ميت في ظروف غامضة علشان يموتوا هم كمان بعد تسليمهم المومياء برضه
في ظروف غامضة. طيب بالنسبة يعني لدوجلاس موري ذات نفسه، يعني ايه وضعه في الليلة دي؟ يعني هل اللعنة هتصيبه ولا هيخلع؟ يخلع مين بس يا اسطى؟ انت فاكرها هتسيبه؟ ده هتطيح في الكل. اصبر بس اما اكمل. اما عن عمك دوجلاس موري، ففي نفس اليوم اللي اشترى فيه الموميا بيقرر يخرج في رحلة صيد علشان تنفجر فيه البندقية اللي بيصطاد بيها وبدون اي مقدمات، علشان تكون هي دي الحادثة اللي تتسبب في بتر دراعه بالكامل. وهنا عمك دوجلاس موري حس ان الموميا دي وراها سر ملعون، فقرر يتخلص منها، وقرر يهدي الموميا لواحدة صاحبته علشان تتنقل من بعدها اللعنة، علشان تصيب صاحبته اللي قرر انه يهدي ليها الموميا. فتبص تلاقي اللعنة بتبدأ معاها بوفاة والدتها، ومش بس كده، ده بوشكاش محفوظ بيضحي النهاردة، بل انها كمان بعدها تقريبا بيوم او 2 تنفصل عن خطيبها بدون اي اسباب. وبرضه الموضوع ما وقفش عند كده، ده هي ذات نفسها بعدها بفترة بسيطة جدا تموت كالعادة في ظروف غامضة، علشان من بعدها ترجع الموميا تاني لدوجلاس موري. قال ده الموضوع شكله طلع بجد بقى. لا بس فكك، هي خلاص نونوت في دماغه وهيتخلص منها، يعني هيتخلص منها. علشان كده هنلاقيه بعدها بيقرر يتبرع بالمومياء للمتحف البريطاني لعل وعسى يتخلص منها. وفعلا بتوصل المومياء للمتحف البريطاني، واللي وقت وصولها بيموت كتير من موظفين المتحف، وده بس بمجرد وصول المومياء فيه. من اول بقى اللي شاركوا في نقلها لحد الصحفي اللي صورها علشان تكون صورتها دعاية للمتحف البريطاني لوجودها فيه. يا راجل ده حتى العامل اللي قرر انه يمسح التراب من على التابوت بتاعها حرفيا كله مات. ومن هنا فكرة لعنة المومياء بدأت توصل لإدارة المتحف. طيب نعمل ايه؟ فاكر زمان كده كان في لعبة في الكوتشينة اسمها لعبة الشايب، وهي عبارة عن انك تتوه الشايب وسط الورق عشان لما يقع في ايدك تلبسه لغيرك. وهو ده فعلا اللي قررت تعمله إدارة المتحف البريطاني لما قرر المتحف البريطاني يهدي المومياء لمتحف نيويورك، ده طبعا من غير ما يقول لهم على السر اللي ورا المومياء دي. وهنا نتنقل للقصة الأكثر مأساوية واللي هتفضل منحوتة في عقول العالم كله، واللي حصلت سنة 1912، السنة اللي اتحركت فيها السفينة تايتانيك التي من شدتها لا يستطيع حتى الرب إغراقها. استغفر الله العظيم، يعني ده مش كلامي، ده كلام الملحد اللي صممها. وطبعا تقريبا ما حدش فينا ما شافش الفيلم وما شافش المشهد لما كان جاك بيرسم روز وهي عريانة، قصدي ما شافش المشهد وشاف ازاي يعني السفينة غرقت، صح؟ وده لما اتصدمت السفينة بالجبل الجليدي وغرقت وكل الكلام اللي احنا شفناه في الفيلم ده يعني. لكن هل كنت تعلم ان سفينة تايتانيك في رحلتها الاولى واللي غرقت فيها السفينة كان موجود فيها ومشحون فيها المومياء الملعونة؟ لما قرر المتحف البريطاني انه يشحن المومياء الملعونة علشان توصل نيويورك كهدية لمتحف نيويورك من المتحف البريطاني. ومن هنا بدأت الناس تربط أحداث قصة المومياء الملعونة باللي حصل في السفينة تايتانيك الذي يقيل عنها أنها لا تغرق أبدا. فهل تعتقد يا صديقي أن فعلا قصة المومياء الملعونة كانت هي السبب في غرق السفينة تايتانيك؟ ولا أنت من الناس اللي أصلا مش بتؤمن بلعنة الفراعنة؟ وده اللي هستنى أعرفه منك في الكومنتات تحت بعد ما تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان تتابع معانا كل جديد. وأخيرا شكرا ليك على المشاهدة، واشوفك الفيديو اللي جاي، وسلام عليكم.